بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الحاجه الجميله ديت للحلويات، لتزيين الحلويات. عندنا اول حاجه كوبايه لبن، وعندنا فانيليا. بس لازما يا جماعه هنا فانيليا اللي هي البودره دي، ما ينفعش اللي هي السائله عشان ما تديناش لون. وده لبن بودرة وسكر بودرة برضو كوباية وكوباية. وعندنا هنا نص كوباية زيت دي في الاخر. احنا دلوقتي حطينا كل الحاجات في الخلاط، وهنبدأ نقلبها في اللبن، اللبن اللي هو الحليب، علشان اللبن البودرة والسكر البودرة يدوبوا مع بعض. واخر حاجة يا جماعة بنحطها هو الزيت، بيبقى عبارة عن سرسوب صغير كده، ما بندلقوش مرة واحدة، بيبقى من فوق كده علشان الصوص يدخل معانا ويتقل. وبنبدأ نشغل الخلاط زي ما انتوا شايفين في الصورة. ودلوقتي بنضرب اهوت والزيت من فوق علشان يبدأ يتقل، على حسب السمك اللي انت حباه. وهو بياخد يا جماعة نص كوباية زيت على كوباية لبن حليب وكوباية لبن بودرة وكوباية سكر بودرة. لو عايزين تصغروا المقدار يبقى ممكن نص كوباية سكر بودرة ونص كوباية لبن بودرة وربع كوباية زيت. يعني كله نص نص، إلا الزيت بيبقى نص المقدار اللي هو في الأول. كده احنا فضلنا نضرب يا جماعة لحد ما وصلنا للسمك اللي احنا حابينه اهو يا جماعة. شايفين عامل ازاي والتقل والجمال بتاعه. وده يا جماعة اللي هو الصوص الابيض بتاع الحلويات، بيتحط على حلويات كتيرة. لو عندك كيك هتحطيه تزيني بيه، لو عندك سينابون برضو بتحطيه على الوش، لو عندك دوناتس، اي حاجة حلويات عايزة تزيني بيها يا جماعة. وانا ان شاء الله هبقى اعمل لكم على القنوات دي ان شاء الله حلويات وهتعجبكم باذن الله. شايفين يا جماعة السمك بتاعه؟ شايفين اهو، وشايفين اللمعة يا جماعة؟ شايفين اللمعة؟ وحاجات اقتصادية كلها من البيت. ولو هنجيبها من بره برضو هتبقى اقتصادية عن ما نجيبه جاهز. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وعايزة منكم دعوة حلوة ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه. مع